السلام عليكم، انا محمد ودي قناه تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البدايه نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا مع تاج، شاب يتيم بيشتغل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة، وده بعد ما خرج من دار الأيتام اللي اتربى جواها وقضى كل طفولته فيها بسبب إن أهله اتخلوا عنه ورموه في الشارع وهو صغير، لكن ربنا عوضه بجارته اللي تبقى ست طيبة وفي حالها. الست دي يا معلم عايشة لوحدها بعد ما ابنها سابها وسافر وما بقاش يسأل عنها. تاج بقى قادر إنه يعوضها عن غيابه واعتبرها أمه، وهي كمان اعتبرته ابنها اللي ما خلفتوش، وبنشوفهم وهم قاعدين يفطروا سوا، وبعدين سلم عليها وخد بعضه ونزل على شغله، وبنعرف إنه لسه متعين جديد في المدرسة، وإن الدكتور صلاح مشرف الدار واللي مربي تاج هو اللي جايب له الشغل ده، وكمان موصي عليه مدير المدرسه ونيس تمارا مدرسه الموسيقى اللي كانت في استقباله اول ما وصل. خدته ودخلوا علشان يحضروا الاجتماع، وهنا تاج بدا يقول رايه، ولنتاج الطلاب اتاخرت، وواضح انه ابهرهم والكل كان مبسوط ومقتنع بكلامه. بعد ما الاجتماع خلص تاج وتمارا طلعوا على غرفه الموسيقى، وهناك الطلاب بداوا يقدموا لها هدايا عيد ميلادها اللي لسه هتحتفل بيه بكره، وبعدين سابها وطلع الدكتور صلاح وشكروا على وقفته جنبه. وقتها صلاح قال له ان في واحد جه وسال عليك اكتر من مره ومصمم يقابلك، وبيقولوا انه عاوز يقول لك سر خطير. كمان قال ان في حاجه هتحصل قريب هتجننك وهتبقى عاوز تعرف ايه السر اللي وراها. تاج ما اهتمش للكلام وخرج يلعب مع الاطفال في الدار، وبعدها روح على بيته. اليوم اللي بعده بنشوفه هو والمدرسين بيحتفلوا بعيد ميلاد ميس تمارا، وفجاه حصلت حاجه غريبه وغير متوقعه. بطلتنا طلبت من تاج يطفي الشمع، وده لانها متعقده بسبب ان النار مسكت في شعرها قبل كده، مرضيش يكسفها ولسه بينفخ طير كل الموجودين. ومش كده وبس، ده كمان من كتر الهواء اللي خرج من بقه كل هدومهم وقعت. الكل خاف منه وبقوا مستغربين اللي حصل، فصاحبنا برق كده اهو واتصدم وما بقاش فاهم حاجه. وشوف الواد علشان يداري كسفته عمل ايه، جري على الشباك وقفله، قال يعني الهوا كان داخل منه. روح البيت ولسه بيفتح الباب علشان يدخل لقى نفسه اختفى وظهر في نفس الثانيه، فبص لنفسه كده اهو وقال يخرب بيت امي. عاوز اقول لك انه حرفيا ما بقاش مستوعب حاجه، فجري على دكتور صلاح وساله عن عنوان الراجل اللي كان طالب يشوفه. اخد العنوان وطلع على اقرب تاكسي، ولسه بيفتح الباب بوم ما طلع في ايده. المهم يا سيدي صاحبنا دخل، وهناك قابل واحد واستغرب من كلامه لما قال له انا ابقى جدك، وان امك وابوك ماتوا بعد ولادتك علشان كده اضطريت اوديك الملجأ، بس مش ده المهم. طب ايه المهم؟ قال له ان في سر خطير مش عايزك تتخض لما تعرفه، والسر هو ان سلاله عيلتنا عندها قوه جباره وخارقه، وان القوه دي احفادنا بيورثوها بعد موت الجد، وانها موجوده عندك بس بعد ما اموت هتورثها عني بالكامل. بعدها وراله كتاب وقال له ان جمعته في سنين طويله مكتوب فيه كل تاريخ العيله، وخوفه لما قال له ان من غير الكتاب ده مش هتقدر تعيش في امان. طيب وانا ايه المطلوب مني؟ بعد ما عرفوا ان كل اجداده استخدموا قوتهم في الشر والاذيه، طلب منه ما يكررش غلطتهم وينظف تاريخ العيله بانه يستخدم قوته في الخير. جده خوفه كمان بعد ما قال له انك هتكون اول بطل عربي خارق، لا هيأثر فيك رصاص ولا حتى نار. طب كفايه يا جده؟ لا مش كفايه، خد عندك كمان ان كل الحيوانات المفترسه هتخاف منك وتعمل لك الف حساب، وزود دي اي مكان هتفكر فيه هتختفي وتروحوا في لمح البصر. وقبل ما يكمل كلامه جاب له صندوق وطلب منه ياخده. تاج حس بالخوف والقلق ورفض ياخد الصندوق واختفى من قدامه قبل ما جده يخلص اللي بيقوله. بعدها حس انه هيتجنن من كلام جده ومشي في الشارع وهو محتار يعمل ايه. راكب ميكروباص وواضح ان السواق مجنون وبلطجي لدرجه انه بينزل الناس والعربيه ماشيه، يعني نط منها وانت ونصيبك، واللي ما بيعرفش ينط بيتشلوح. بعدها وصل المدرسه ودخل لميس تمارا غرفه الموسيقى، وهناك سمع بنت بتسالها يعني ايه يا مس الساكت عن الحق شيطان اخرس، فبدات تشرح معناها. وتاج واقف وسمع الكلام، وواضح انه اتاثر بالكلام لان في لحظتها قرر انه مش هيسكت عن الحق وانه هيساعد الناس الغلابه. بعدها وهو راجع لتاني مره ركب نفس الميكروباص مع نفس السواق المجنون، بس المره دي ايه، قرر ما يسكتش واتعصب منه لما شاف انه عاوز ينزل ست كبيره والعربيه ماشيه. قال لك لا انا مش هسكت، اتعصب وراح رازع رجله في الميكروباص، قام اتخرمه وقدر يوقفه يا ابن اللعيبه. وبعد كل ده اختفى من وسطهم، ومن اللحظه دي بدا ينزل الشارع ويساعد ناس كتير من غير ما يشوفوه ولا حتى يعرفوا شكله، وده خلاه بقى ترند، والسوشيال ميديا والاعلام وكمان الشارع بقوا يتكلموا عن بطولاته وقوته الخارقه، وقالوا ان قد ايه قلبه طيب وبيحب يساعد الغلابه، علشان كده سموه عفريت الغلابه. نرجع لتمارا وهي بتكلمه، قعدت تحكي له عن عفريت الغلابه اللي قلب الدنيا وكل الناس بتتكلم عنه، بس واضح كده انه خاف يقول لها الحقيقه وان هو يبقى العفريت ده، فطلب منها يتقابلوا. قعدوا يتكلموا وبداوا يتبادلوا النظرات واللمسات، فاعترف لها وقال لها بحبك، وهي كمان قالت له بحبك. اليوم اللي بعده تمارا شافت واحد واقف فوق مبنى وعايز ينتحر، كلمت تاج وحكت له اللي حصل، فطلب منها تبعت له اللوكيشن، وفي لحظتها فكر في المكان ووصل عنده وقدر انه ينقذ الراجل، بس كالعاده
كالعاده من غير ما حد يشوفه. بعدها سابه ونزل لتمارا اللي وقتها كانت بتحكي له ان عفريت الغلابه قادر ينقذ الراجل من الموت، وكانت متحمسه وبتكمل كلامها وفجاه ظهرت قدامها عربيه وكانت هتشيلها، بس تاج ايه لحقها وقدر ينقذها في اخر لحظه، ده كمان وقف قدام العربيه ووقفها. في اللحظه دي تمارا فهمت ان حبيبها هو نفسه عفريت الغلابه اللي كل الناس بتتكلم عنه. موقف زي ده في وقت زي ده اكيد هيخليها تفرح ان الشخص اللي بتحبه طلع سوبر هيرو، بالعكس دي زعلت منه وقلبت عليه الترابيزه وطلبت منه ما يكلمهاش تاني. حاول يهديها ويفهمها لكن هي رفضت تسمعه وقالت له انت كذاب وسابته ومشيت. البنت راحت بيتها وقاعده في امان الله، فجاه لقت تاج واقف قدامها في اوضه النوم وبدا يشرح لها كل حاجه وقال لها اني كدبت وخبيت عليكي بس علشان ما تخافيش مني. ردت وقالت انا عمري ما خاف منك وانا فخوره انك بتقدم الخير للناس، وتحس كده ان قلبها حن. ولما كانوا لسه بيكملوا الكلام سمعوا صوت مامتها بتنادي. من الخضه حضنها وفي نفس اللحظه كان بيفكر في بيته. ايه بقى لقوا نفسهم في اوضه نومه، ومن ساعتها بطلنا اكتشف انه لما يحضن حد بيختفي ويقدر ياخده معاه للمكان اللي هو عايزه، فطلبت منه ورجعها لاوضتها تاني. قام حضنها وفي لمح البصر كانت في اوضتها. بعدها تمارا قالت له انا حاسه ان انت جواك قوات خارقه لسه ما تعرفش عنها حاجه وممكن نكتشفها سوا. وتخيل عملوا ايه، مره خلته ينط من فوق برج عالي بس اكتشف انه ما بيطيرش، ومره تانية دخل قفص الاسد ولعب معاه. وخد عندك كمان بطلتنا ضربت عليه رصاص وبما انه ضد النار طبعا ما اثرش فيه. وبعد ما اكتشفوا ان عنده قوات خارقه ما كانش يعرف حاجه عنها، تمارا قالت له ان انت لازم تعرف مامتك الحقيقه. فراحوا لها وتاج اعترف لها بكل حاجه. الست اول ما عرفت اغمى عليها من الخضه، وبعد ما فاقت واطمنت ان دي معجزه ربنا اداها له بداوا يفكروا ازاي يستخدم القوه دي في الخير وشجعوه انه يعلن عن نفسه للكل. تاني يوم مامته كانت بتتفرج على التلفزيون وشافت ان في اتوبيس عمل حادثه ومتعلق على كوبري النيل. في اللحظه دي شجعته انه يروح وينقذ الناس من الموت. بطلنا بدون تفكير طار على المكان وقدر بايد واحده يلحق الاتوبيس قبل ما يقع في النيل. في الوقت ده قرر انه يكشف وشه للناس، فاول ما شافوه من فرحتهم شالوه وبداوا يحتفلوا بيه. وان اللحظه دي بطل الغلابه بقى محبوب لكل الناس. ولتاني مره التلفزيون والصحافه والاعلام بداوا يتكلموا عنه والكل بقى فخور بيه، وتقدر تقول ان صوره بقت ماليه كل مكان في الشارع. لا وكمان الكل بقى يطلب مساعدته. وفي يوم عادي زي اي يوم حصلت حاجه غريبه جدا. بطلنا وهو في البيت اتفاجئ بواحد واقف قدامه، بس ده مش اي واحد، ده النسخه الثانيه من تاج اللي اول ما شافه بقى هيتجنن ومش مصدق عيونه. ساله انت مين وعاوز مني ايه؟ التاني رد بكل برود وقال له انا اخوك التوأم واسمي هارون. وبدا كلامه وقال اني اترميت زيك في الشارع وانا صغير وكنت عايش بره من سنين، ولما رجعت عرفت ان لينا جد بيدور علينا. رحت له وهناك قال لي على السر اللي قاله لك، كمان قال انك غبي علشان ما رضيتش تسمعه للاخر. تاج من فرحته بقى نفسه ياخده في حضنه، لكن من الواضح ان اخوه عكسه في كل حاجه، وده لانه قال له ان جو الصعبانيات والمشاعر ده ما بياكلش معايا، وان جاي لك علشان تعمل لي كل اللي هطلبه منك. وكمل كلامه وقال انا عندي نفس القدرات اللي عندك بالظبط، بس الفرق اللي بيننا انك بتقدر تختفي يا ابن المحظوظه، لكن استنى انا عندي ميزه تانية مش عندك. ايه هي بقى الميزه دي؟ هنعرف دلوقتي. المهم هارون كمل كلامه وطلب منه يسرق البنك المركزي وقال له ان الفلوس هتتقسم بيننا بالنص. تاج سمع الكلام من هنا وطرده، ولما ما رضيش يمشي اختفى من قدامه. في اللحظه دي حصلت حاجه غريبه، وهي ان اخوه قادر يرجعه بعصايه شكلها كده بيقول انها سحريه، وان هارون يقدر يتحكم في تاج بالعصايه دي، بمعنى انه لو اختفى يرجعه في لحظتها، بس بشرط انه يكون معاه في نفس المكان. وقال له ان هي دي الحاجه اللي مش عندك، وان بالعصايه دي اقدر اجيبك ومن قفاك. وقبل ما هارون يمشي ساب له شنطه فيها فلوس والكارت بتاعه وطلب منه يفكر ويرد عليه. بعدها بنشوف هارون وهو مقضيها سهر ودلع وهق وماء. تعال اعرفك على شخصيه جديده اسمها اليسا، تقدر تقول عنها صاحبه مزاج ومقضيها مع هارون وعارفه عنه كل تفاصيل حياته. وهو قاعد معاها جات له رساله تهديد من تاج. في نفس الثانيه قال لاليسا اننا لازم نخلص ترجمه الكتاب في اسرع وقت. الكتاب ده يا معلم جد هارون اداهوله لما كان عنده، وعرفه انه مكتوب بلغات مختلفه، وقال له انك لو ترجمته هتقدر تكتشف قوات خارقه جديده عنك وعن اخوك. وهنا البت سالته اشمعنى جدك ادالك انت الكتاب؟ رد بان تاج ما رضيش يسمع جد للاخر ومشي قبل ما يقول له على السر الخطير ده. وساعتها بنعرف ان اليسا هي اللي بتساعده في ترجمته، وواضح كده انها النسخه الثانيه من هارون. وهم بيكملوا كلامهم خطر على بالها فكره وقالتها لصاحبنا. ايه هي بقى الفكره؟ قالت له انت هتعمل نفس تسريحه شعر اخوك وهتلبس لينسز بنفس لون عينيه. ما هو اللي انت ما تعرفوش انه توأم تاج وشكله في كل حاجه ما عدا لون العيون. المهم كملت كلامها وقالت له انك عشان تنتقم منه تسرق خزنه المدرسه بتاعته. الراجل ما كدبش خبر وفعلا راح ونفذ الخطه. وبعدها بنشوف تاج وهو في المدرسه والكل مستنيه وموجوب اللي حصل. اول ما شاف الفيديو ما بقاش عارف يبرر موقفه ازاي، ما هو الكل ما يعرفش انه عنده اخ توأم. عاوز اقول لك بقى ان كل الناس دي ما صدقوش انه يعمل كده وكانوا متعاطفين معاه وحاسين ان في حاجه غلط. ما هو اللي يساعد الغلابه ويعمل الخير مستحيل يكون حرامي. في اللحظه دي جات له مكالمه من هارون قال له ان دي قرصه ودن صغيره وان التقيل جاي ورا لو ما نفذتش اللي قلت لك عليه. ساعتها اليسا وهارون كانوا قاعدين بيكملوا ترجمه الكتاب، ووقتها اليسا اكتشفت حاجه جديده. قالت له ان العصايه
العصايه اللي معاك زي ما بتقدر تظهر بيها تاج لما يختفي، انت كمان ممكن تخلص عليه بيها. ازاي؟ قالت لك انك لو ثبتها على رقبته لمده دقيقتين هتجيب اجله. في اللحظه دي هارون اتجنن وندم انه كان السبب في سجن تاج، وساعتها فكر ازاي يخرجه علشان يخلص عليه. طيب هو ايه السبب اللي يخلي هارون عاوز يخلص من اخوه؟ هقول لك اللي انت ما تعرفوش، ان لو حد منهم مات التاني هيورث قوته. نرجع لتاج وبنشوفه محبوس في منظمه مكافحه الخوارق، وبعد التحريات وصلوا لان بطلنا ما عندوش اخ توأم، وهناك اتعرف على الجنرال رسمي فهمي نظمي رئيس منظمه المكافحه، وبدا يتكلم معاه وقال له ان مقتنع جدا ببراءتك، بس علشان نثبتها لازم نلاقي هارون. وواضح ان رسمي كان معجب بيه، وده لانه طلب منه يختفي ويظهر اكتر من مره لحد ما قطع نفسه، وشكل كده اللعبه كانت عاجباه. ساعتها تاج شك فيه وقال ايه الراجل المجنون ده، بس كان مضطر يستحمل جنانه وينفذ طلبه. فتاج قال له انا عاوزك تساعدني وتسيبني اهرب علشان اقدر اوصل لهارون. في الاول رسمي كان متردد، بس بعد ما صاحبنا حاول التاني وافق، وفي لحظه اختفى وهرب من قدامه وراح لحبيبته وحكى لها كل اللي حصل معاه في المنظمه، فطمنته انها هتقف جنبه لحد ما يظهر براءته. نرجع لهارون وهو بيطلب من اليسا انهم يكملوا ترجمه الكتاب، واتفق معاها يتقابلوا عندها بالليل. بنشوفهم مع بعض، وبعد ما قضوا ليله حمراء سالها عن مكان الكتاب، اخدوا وصدمها لما عرفت ان اللي كان معاها يبقى تاج، يعني ختمها على قفاها واخد الكتاب واختفى من قدامها. وبعدين كلم رسمي وحكى له على اللي حصل، وقال له ان الكتاب مكتوب باكتر من لغه، وان علشان يعرفوا كل المعلومات اللي فيه لازم يترجموه. وقتها بنشوف الناس وهي فرحانه ببطلنا بعد ما الاعلام والتلفزيون اعلنوا براءته على الملأ. طيب نروح للجنرال وهو بيبلغ تاج انهم اكتشفوا ولد صغير خارق، وقال له انه ممكن يساعدك في مهمتك. تاج بص يمين وشمال وساله فين الواد الصغير ده، واتصدم لما عرف انه بودا. فبطلنا ساله ايه هي بقى القوه الخارقه اللي عندك يا عم بودا، واسمع الرد. بودا قال له انا بومبتي والقبر. تاج اخد وقت على ما استوعب الكلمه وقال له بس دي حاجه مقرفه جدا. بودا قال له لا ما تخافش، انا بومبتي اللي ليها روايح مختلفه، وخد عندك كمان ليها اوبشنز مختلفه، يعني لو حد ضايقك هديله بومب خدره، ولو واحد تاني ضايقك هديله بومب فجره. ونروح لهارون اللي اول ما سمع خبر براءة توأمه اتجنن وقرر ينتقم من الكل، فنزل الشارع وبدأ يقتل في الناس ويكسر العربيات. وبعد ما الكل كان قلقان ومرعوب بنشوف تاج ونظمي قاعدين في المنظمه ومراقبين كل تحركاته. في اللحظه دي بطلنا قرر يروح له ويواجهه ويقبض عليه بنفسه، وقبل ما يمشي رسمي فهمه ان الحاجه الوحيده اللي بتاثر على هارون هي الكهرباء، وان اول ما نمسكه هندخله سجن الكهرباء ده. وقال له كمان اننا صممنا لك بدله مصفحه علشان تحميك من الصدمات. فلبس البدله وحس انه مش مرتاح فيها وطلب من الجنرال يغيرها، فشرط عليه انه يلبس قناع على ذوقه. طيب ايه لازمه القناع ده؟ هنعرف في الاخر. بعدها بطلنا استعد وخد بعضه وراح لهارون، وبدات المواجهه المنتظره. وبعد ضرب واكشن كتير هارون ثبت العصايه على راس اخوه لمده دقيقتين. الكل كان مستغرب وفكروا ان دي نهايه تاج، واتفاجئوا انه ما ماتش. ما هو اللي ما تعرفوش ان الماسك اللي لابسه متصمم ضد الكهرباء، يعني العصايه ما اثرتش فيه وبطلنا لسه عايش. وهنا يجي دور بودا اللي اول ما وصل قرر ينتقم لتاج وساعده بطريقته الخاصه. طريقته الخاصه اللي هي ايه يا عم زيزو؟ اللي هي البومبه. رزعه واحده انما ايه، قنبله طيرته ووصلته عند البرج. وفي المشهد الاخير تاج قدر يمسك هارون وحضنه واختفى بيه ونزله جوه سجن الكهرباء. الكهرباء دي بقى انهت حياه هارون، وبكده الخير انتصر على الشر.